سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين مزيانين على خير؟ كنتمنى ان شاء الله تكوني بخير وعلى خير وتكوني دائما في اتم الصحه والعافيه. كي دايرين؟ معز عليكم صحتكم. كنتي كتشوفي في الفيديو في الصباح كنقول لكم صباح الخير، كنتي كتشوفي في العشيه كنقول لك مساء الخير الكبيده ديالي. المهم لقيت واحد جوج تعاليق كيسولوني على واش ممكن انك تصرفي 200 درهم للاسبوع، واش تقدري، واش لا، واش هذا الشيء كذوب، واش بصح، واش. شوفوا البنات، انا ديجا فاش كنت بديت معاكم القناه شحال هذا، غير بشويه ماما باش ما طيحش، غير بشويه. فاش كنت بديت معاكم غير سيري غير بشويه. فاش كنت بديت معاكم القناه شحال هادي، راه كنت كنصرف البنات 210 دراهم كل اسبوع، بحكم ان الزوج ديالي كان كيعطيني 30 درهم النهار البنات. يعني كنت كنصرفها في واحد الوقت، ولكن كنت كنصرفها، ولكن غنسطر عليها كيف ما قلت لكم في البث، غنسطر عليها جوج سطار. لا، حدا المرايه. غنسطر عليها جوج مرات بان الزوج كان كيعاونني في المصروف. يعني 210 درهم اللي كنت كنصرف انا للسيمانه، ما كنتش كنصرف بوحدي في المطبخ، كنت انا والزوج. راه 30 درهم البنات لا يعقل. خليتها خالتي خديجه الصحراويه فاش كنت طالعه معاها في واحد اللايف، كانت هي دايره اللايف وكنت انا طالعه معاها، قالت لي واش، قلت لها انا هاش كنت كنصرف، شحال كنصرف، شحال كنصرف. قالت لي زعما في هذا الوقت اللي كاين هذا الغلاء، الله يحسن العون، الله يحسن العون، الله يحسن العون ليا والاخرى والاخرى والاخرى. راه كاينين بعض الاخوات اللي في ميزانيتهم غير 1000 درهم، كاينين هما 4 ديال الناس، كاينه اللي ميزانيتها 700 درهم هما جوج ديال الناس، كاينه اللي ميزانيتها 900 درهم هما 3 ديال الناس. وما عندهاش من غادي كتقولي ليها حاولي تخرجي تخدمي، كتقول لك وليداتي صغار وصحتي على قد الحال، ما نقدرش نفرسي على راسي كثر. كتلقاي ان الزوج ضد انها تخرج تخدم، كتلقاي ان بزاف العراقيل ما كتخليهاش تخرج تخدم. ولكن ما غاديش نقولوا ليها مستحيل ما غاديش تصرفي ديك الميزانيه، غادي نقولوا ليها غتحاولي انك تستغناي. اصلا هي راه غتكون مستغنيه على الكماليات، غتكون كتجيب غير الاساسيات ديال الاساسيات. فهمتوني الاخوات؟ 200 درهم في هذا الوقت هذا قاصحه وصعيبه. نقول لكم واخا تقداي من السوق، واخا تقداي من ما تقديتي، قاصحه شويه، قاصحه. الا تقدري تقدايها الا كان عندك ستوك، داك الستوك ديال تبرد القلب، فيه الاساسيات وفيه الثانويات. يعني كنتي خادمه على ستوك. يعني فاش كتمشي كتقضي للهري، حيت انا البنات راه كنت دايره ديك 200 درهم كل سيمانه، كنت كنمشي نتقدى كل سيمانه، كنمشي نتقدى، كنجيب شويه من الهري، شويه من اللحوم، شويه اللي يبقى ليا كنجيب هكا، ولاني ما كنكونش مدخله فيهم الخضر. ديك 200 درهم كنفرقها ما بين الهري وكنفرقها ما بين الدجاج وهكا والحوت وداكشي. فهمتوني الاخوات؟ يعني في هذه الوقيته اللي حنا عايشينها دابا، كنهضر على دابا، كنهضر على شهر 10. سمحوا لي البنات، كنهضر على دابا هاد الوقيته هادي، هاد الوقيته ديال شهر 10. اش غادي نقول لكم؟ من هاد السنه هادي راه الوقت قاصحه والوقت مزيره، الوقت قاصحه والوقت مزيره. راه 50 درهم كتخرجيها معاك، 50 درهم كتخرجيها معاك. اش غادي نقول لك؟ ما ساويه والو باش تجيبي، ما ساويه والو. راه الا ما كنتيش لاله ومولاتي، جلسي يا ماما حبيبه، راه الا ما كنتيش لاله ومولاتي وزيرتي الصنطه وعرفتي كيفاش تقدري انك تكبطي الامور، راه 200 درهم ما عندها ما دير لك الاسبوع. ولكن الا كانت انت عندك غير ديك 200 درهم والعوامل ما كتوفروش لك انك باش تنوضي تخدمي وتزيدي واحد المدخول، انت كيما غادي ديري؟ غادي تصرفيها. واخا راه القضيه غتكون مزيره، يعني ما يقدر يجي عندك ضياف، ما يقدروا بزاف د الحوايج البنات. قلت لك في حاله تقدري تصرفيها الا عندك ستوك والزوج معاونك، يعني الزوج ما يتحاسبش معاك، فين ما يدخل يجيب معاه حاجه في يديه. هذه نقول لك غتصرفي 200 درهم. حيت عرفتوا البنات، راه البنات اللي كيبقاو يدخلوا عندي للخاص وكيبقاو يهضروا معايا كيبقاو يمرضوا نفسانيا. كتلقاو نفسيتهم متدهوره. علاش هذيك صارفه 200 درهم وانا ما نصرفهاش؟ علاش هذيك دايره وانا لا؟ علاش الاخرى شرات ب 200 درهم قادره تشري وانا لا؟ شوفوا البنات، وبزاف الاخوات اللي قلبهم دارهم، علاش الاخرى شرات دار مثلا من فلوس المصروف وانا لا؟ علاش الاخرى شرات طوموبيل من فلوس المصروف وانا لا؟ علاش الاخرى شرات كذا من فلوس المصروف وانا لا؟
كنا كنعيشوا في واحد الوقيته كان تقدري ديري تحدي كبير من فلوس المصروف تاخدي طوموبيل، من فلوس المصروف كنتي تدفعي في شقه سكن اقتصادي، من فلوس المصروف تقدري تفرشي الدار، من فلوس المصروف ديري شحال من حاجه. دابا البنات الا من فلوس المصروف في العام الا صورتي واحد 2500 درهم، يعني هذا كتحدي انك كنهضر لك انا من فلوس المصروف ومصروف قليل. اما اللي عندها مصروف كثير راه تقدر تصورت اكثر وتجمعت اكثر في العام. يعني مصروف قليل يلاه الا صورتي واحد 2000 درهم 2500 درهم في العام، هذه كنهضر لك في العام، وهذه كتكوني مزيره الصنطه وناقصه عليك بزاف د الحوايج، وماشي اللي حليتي عليها فمك تاخديها ولا اللي تشهيتيها تاخديها، وماشي اللي خرجت اختي طوندونس تاخديها من جلالب من حوايج من بيجامات من ماكياج من راه كتغمضي عينك على شحال من حاجه، روايح سكان داكشي كلشي كتغمضي عليه عينيك. الا بغيتي ديري واحد التحدي باش تاخدي مثلا ماكينه الصابون ولا تاخدي ثلاجه ولا تاخدي، انا البنات راه فاش كنت حولت هنايا للدار ما نكذبش عليكم مزيره يلاه كملت التحدي ديال ماكينه الصابون وجيت هنايا وكانت واحد النهار الثلاجه بحال علمتني انها غتخسر، حيت كانت الحال ديك الساعه فاش كان الحال سخون وكانت كتخرج ليا الماء ما نقولش لكم واحد الخلعه واحد الستريس. يعني كنقول انا مزيره مازال يلاه باديه التحديات مازال ما جمعش واحد المبلغ غتخسر ليا الثلاجه، ما غنجيب فلوس ديال الثلاجه، ما عندكش ما غتجيبي سي ولا تسلفتي شكون غيسلفك، كلشي مزير كلشي مزير ما غتسلفي وقتاش غتردي. يعني اش غادي نقول لكم الاخوات، القضيه اللي ولينا حنايا عايشين او لهاد الوقيته اللي ولينا عايشين القضيه قاصحه ومزيره. داكشي باش كنقول لكم البنات عاونوا ريوسكم من الدار، عاوني راسك بالصنعه، عاوني راسك بشي حاجه، خدمي عقاد خدمي طرز خدمي راندا خدمي كروشي. كاينه اللي عندها الخاطر تقدر هكا، الناس اللي كيمشيو هكا خدامات كيبغيو لما يخليو وليداتهم صغارين هكا بيبي هكا شي جارتك ولا كنتي تقدري تشدي هكا ولدها ولا بنتها وكتخلصك هكا السيمانه. كاينين الناس داروا تحديات من هاد الشيء هذا. وتحيه لواحد الاخت نيت كانت معنا في المجموعه كانت كتشد فاطمه الزهراء ايوا كل ساعه كتقص لي الطبله وكتحرك لي الكاميرا. جلسي يا ماما وجلسي. المهم البنات باش ما تبقاش مبرزطاني، هانتوما البنات بغاتني نوريكم هذا الرسمه، هانتوما شفتوا. يلا جلسي يا ماما يلا جلسي يلا وجلسي صافي. المهم دائما البنات كنكون خارجه انا وياها كتشوف شي منظر زوين في هكا في السماء، عافاك ماما صوري هذه البنات، نكونوا غاديين لشي بلاصه كتشوف شي حاجه زوينه عافاك ماما صوري هذه البنات. شي مره كنكون ما هزاش معايا التليفون، وعلاش ماما ما خرجتش التليفون صوري هذه البنات باش تعرفوا ان بنتي راكم عزازين عليها. وكنتمنى انكم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتشجعني وكتحمسني الكبيدات، كنبارطاجي معكم داكشي من القلب. شوفوا البنات حاولوا تعاونوا راسكم من الدار. كنتي تقدري تعجني الخبز فرقيه، انا البنات راه شاركت معكم قصتي، انا راه شحال خدمت البنات وشحال عاونت وشحال تقاتلت، وحاليا الحمد لله دايره اليوتيوب واخا ما كنتخلصش كل شهر، ولكن الحمد لله ديك البركه اللي كتجي مره. المهم كنسدوا بها شي تقيبات وصافي. ما نقولش لكم شي خلصه واو، ما نقولش لكم شي خلصه واو، المهم واحد الفرتيته، ولكن الحمد لله عليها البنات الحمد لله. ماشي بقدر تماره اللي كنضرب، ماشي بقدر المونتاج وكديري الفيديوهات وكتسهري وتخدمي وتضربي تماره فهمتوني يا البنات، ولكن اللهم لك الحمد عليها واخا قليله حمد الله وشكرا عليها الكبيدات. عاوني راسك بداكشي اللي تقدري، كان عندك ممكن انك تقدري ديري شي مشروع اختي من الدار، عاوني راسك من الدار. شري الزيوفه، قلت لكم الكبيدات شحال هادي كنت كنشري انا الزيوفه، كنشري الخيط الصوفه وكنت كنخدم هكا الزيوفه من الدار. شحال من حاجه كنت كنديرها، كنت كندير التنبات، كنت شحال من حاجه كنديرها، راه غير من نقص ليا البنات نضر في عينيا ما بقيتش كنقدر. كيتشدني الحرق في الراس والشقيقه ما بقيتش البنات كنقدر انني ندير هكا الصنعه فهمتوني. عاونوا راسكم من الدار، راه يد وحده ها انتم يد وحده ما كتصفقش، راه لا ما درتيش جوج ايدين ما كيصفق عاد كيصفقوا القبيله، يد وحده عمرها ما غتصفق راه غير كتصرفق فهمتيني. فيقي وعيقي ونوضي عاوني راسك، راه داك الزوج الله يحسن ليه العون، راه كيدخلوا عندي اخوات الخاص جاهم اكتئاب مرضوا نفسيا ما بقاوش قادرين، كتقول لك راجلي كترمي اللوم كله على داك الراجل كي غيدير،
راه كيخدم نهار كامل كيجيب داك الجورني، كي غيدير داك الجورني خاصو يفرقوا على الكرا وعلى المصروف وعلى خاص ملي كتنوضي في الصباح وانت خاص راه الله يحسن العون. راه ولينا حنا عايشين في واحد الزمان خاص المراه والراجل يتعاونوا، ما تعاونتيش انت والراجل ديالك دائما غتكوني محزوزه، دائما غتكوني مزيره، دائما غتكوني محتاجه. راه كتعاوني انت وياه يلاه كتقاتلوا مع الوقت وتقاتلوا مع الزمان. ما نكذبش عليكم البنات، انا كيعجبني ندير تحديات. راه كاينه سيمانه اللي كنحط فيها الفلوس في التحديات، كاينه سيمانه بحال هاد السيمانه البنات ما حطيت والو. علاش؟ طفاو ليا هكا جوج بوطات، يعني خصوني جوج بوطات هكا في سيمانه وحده. شحال من حاجه خلصت هكا شكاره لبنتي خلصتها من عندي انا، يعني الزوج ديالي ما عندوش، كنت شريت لها شكاره من جارتي نيت كتبيعهم وخلصتها، خديتها لذاك الشهر وليت درت معاه حتى لهاد الشهر هذا عاد نخلصها. يعني كتكالي معاه حتى انت شحال من باب. خصها شي حاجه هكا الا كان عندك تتقضي حتى يجيو تشدي منه، كان عنده ما كانش عنده ماشي مشكل، كديباني كتعاوني. راه شوفي، راه الا ما تعاونتيش انت والزوج وزدتو بهاد السفينه للقدام راه غتغرق. انت كتجري من عندك هو تيجر من عنده، اكيد ما غاديش تمشي السفينه مزيان. فهمتوني الاخوات؟ كنترجاكم وكنتمنى انكم عاونوا بعضياتكم، نتعاونوا حنا مادام اننا عايشين، ومادام انك نهار الاول قبلتي تعيشي مع هذا الزوج، والنهار الاول انك بغيتي تعيشي مع هذا الزوج ورضيتي به وعرفتي الوضعيه ديالو الماديه وعرفتي الخدمه ديالو، ما كاينش دابا علاش تبقاي تلوميه. راه الزمان ديك الوقيته اللي انت تزوجتي به ماشي هي دابا، راه زاد الزمان تزير عليك وعليه. حاولي مره تخرجي انت وياه والوليدات من ابسط الحويجات، واخا نمشيو للمكان بسيط، نخرجوا ناكلوا كاع اختي في الدار، ونخرجوا معنا ماكلتنا من الدار، ونخرجوا نديفولاو. نفسيتو كتغير، نفسيتك كتغير، كتخرجي كتفرغي. علاش؟ ضغوطات الحياه، انت ضاغطه عليك الحياه وهو ضاغط عليه الحياه، الوليدات عايشين في صراعات كيشوفوا فيك وكيشوفوا فيه. لا هضروا معاك انت تاكليهم، هضروا معاه هو ياكلهم، وصافي كيشوفوا انهم عايشين في واحد الاسره مضغوطه، غتنفجروا في اي لحظه على دوك الوليدات. فهمتوني الاخوات؟ نساعدوا بعضياتنا، نكمل من عندي، نعاون راسي من الدار. ديري اي حاجه. شوفوا البنات، غير 5 دراهم تدخليها على كل نهار فضل وراس المال، فضل ولا راس المال هذيك 5 دراهم راه الخير والبركه. فهمتوني الاخوات؟ المهم ما بغيتش نزيد نطول عليكم اكثر، مشى عليا الحال خاصني نمشي نجيب بنتي من المدرسه. خليت لكم الراحه، الى فيديو قادم ان شاء الله. قولوا لي كيفاش عايشين الوضعيه، واخا مضغوطه عليك وعلى الزوج، كيفاش كتحاولي تساوي الامور ديالك مع الزوج، كيفاش كتحاولي تغيري نفسيتك ونفسيته، كيفاش كتحاولي تسيري ديك الاسره وتحاولي تمشي بالسفينه كما كنقول لك، سينو غادي تغرق. وشكون اللي غيكون متضرر والمتضرر الاكبر هما الوليدات. خليت لكم الراحه، الى فيديو قادم ان شاء الله. الى عجبكم مره بحال هاد المواضيع نناقشوهم، اكيد هادشي كيخص الميزانيه، اكيد هادشي كيتعلق باسرتك، اكيد هادشي كيتعلق بك نتيا، حيت انت اللي كتكوني قايده ديك الاسره. الراجل كيعاون من الدار وانت اللي قايداها في الدار، واخا تيكون الزوج انت اللي كتكوني قايده ومسؤوله على ديك الاسره في الدار. خليت لكم الراحه، الى فيديو قادم ان شاء الله وموضوع جديد. وما تنسونيش من اللايكات ديالكم، التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتشجعني وكتحمسني، واكيد الا عجبك محتوى القناه اشتركي فيها باش يوصلك كل جديد.